السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. يا ريت ان شاء الله ما تنسوش ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شحال ديال التساؤلات في السوشيال ميديا كيسالوا شكون الشخص اللي كان سبب في اغلاق جميع الحسابات اللي في السوشيال ميديا ديال انور. اغلبيه كيقولوا باللي القاتله وخالها هما اللي مسحوا جميع البيانات وبلوكاو الحسابات تاوعو، لكن ماشي هي وخالها، هم كان عندهم الغرض بالتليفون والبيسي يمكن غير السرقه فقط، بحكم انهم من النوع الجيد والغالي، وخداتهم غير باش تمسح تصاورها وفيديو او خداتهم مثلا غير باش تمسح تصاورها وفيديوهاتها اللي كانوا ليها مع دايره مع انور. اما الشخص الوحيد اللي كان عنده الكود والجيمايل ديالو ديال دوك الحسابات ديال انستغرام وديال تيك توك وديال الوسائل الاتصال الاخرين هي صديقته نجلاء اللي عايشه في اسبانيا، واللي من خلال الاوديو ديالها كتبين باللي عندها علاقه متينه مع انور وبلي كيبغوا بعضهم، وكانوا مثلا ما كيقدروش يتفرقوا مع بعضياتهم، وكانت عارفه عليه كل شيء ومشاركه معاه في كل شيء حتى من الكودات والجيمايلات عندها. لذا سمعوا لهذا الفيديو للاخر وركزوا وغتعرفوا كل شيء. وما تنسونيش من اللايكات وجام وبارطاج ان شاء الله وتحياتي للجميع فضلا وليس امرا، وشكرا للمتابعين الكرام. انا كنت كنبغيه اكثر من اي واحد في الدنيا. انا صافي ساليت من تيك توك، ساليت من هادشي كله. السبت في الصباح هايدت لي ختو ديال انوار، قلت لي راه قتلوا انوار. تما انا طحت في الارض ما فهمت والو. شبرت اول طياره كاينه وهبط عنده يقول له شوف قتلاته وجات الجنازه ديالو. المهم انا ما عارفاش كيفاش نبدا مزيان هاد الفيديوز كنهضر فيهم، حيت ما عمري ما عملت هادشي وما عمري ما كنت خايل غنكون في هاد البوزيسيون. المهم فهموني شويه وصافي. انا نهار الحد في الصباح مسحت الفيديوز ديال تيك توك كاملين، ومسحت الفيديوز هنا ديال انستغرام اللي كنا كنخرجوا انا وانوار كنشطحوا ولا بالموسيقى. هادشي هو اللي نورمال، ماشي نورمال تخلي الفيديوز كاملين والناس كاملين كيشدوهم وكيطلعوهم والعائل كان عاد مات اصلا دابا وماشي مزيان. وتخيلوا هذوك النهور اللي بابا وماما ما كانوش مزيان، ما كانوش كيستحملوا حتى شي حاجه، وكان خصكم تشوفوا على الحاله ديالهم باش عادي يدخلوا في شي بلاتفورما ويشوفوا الفيديوز ديال ولدو مع البنات كيشطح ولا كامل شي حاجه. لا كنتو كتحترموا عشويه هو وعائلته، راه ما كنتوش طلعوا هادشي كامل وغديروا هاد الحاله كامله اللي عملت. انا بيدي الكومنتاريوس كاملين جاو عندي كيقولوا لي انتينا اللي قتلتيه ولا انتينا اللي عندك شي دخل، علاش حيت مسحتي الفيديوز؟ شي حاجه ماشي لوجيك. اي بيرسونا اللي عندها شويه 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 في راسها راه تفهم راه هادشي ماشي نورمال اولا. المهم انا كنعرف انور ملي كانوا عنده 6 سنين، ملي مشينا نعيشوا لهاديك الحومه في العرايش. الدار ديالنا كانت باغا كتبنا، هما اللي الاول اللي عرفنا تما، وملي عرفتو تحبنا من تما ما تفرقناش، ما عمرنا ما تفرقنا. دايما كنا مع بعضياتنا. حنا جالسين في الباب دار ديالو ولا الباب دار ديالي، ودايما الدراري كاملين ديال الحومه مجموعين علينا، والدراري ديال الحومه واحد اخرين كانوا كيطلعوا يجلسوا حدانا ويلعبوا معنا النهار كامل من الصباح حتى الليل ما كنا حتى كناكلوا، كنا ديما جالسين مع بعضياتنا اولا نطلعوا للسطاح ولا اي حاجه. راه بابا وماما بحال بابا وماما، وماما وبابا بحال بابا وماما. وانا هو كان كيدخل الدار ديالنا عادي، وانا كندخل الدار ديالو مع عادي. اصلا انا كنت كنهبط المغرب باش نشوفه هو، ما كنت اصلا كنهبط نشوف العائله ولا والو. ماما دائما ملي كانت كتقول لي لا راه خصنا نمشيو نشوفوا العائله، كنت انور دائما كيقول لي لا انا ما تمشيش، راه كتهبطي عندي شويه كتمشي عند العائله وما كتبقايش معايا. المهم دائما كنا مع بعضياتنا ما كنتفارقوش، واخا كنجي لهنايا دائما كنا كنهضروا.
حتى 2015 2016 عاد بدينا بحال لي ما بقيناش كنمشيو بزاف نجلسو بزاف مع الدراري الحومه، وبقينا انا وياه وشي دراري واحد اخرين، ولكن ما بقيناش كنمشيو معاهم بزاف، حنا اللي دائما كنا مع بعضياتنا. المهم الحق 2019 ما وليتش هبط للمغرب، حيت كنت بديت نخدم تما فواحد البلاصه، وانوار دائما كان كيقول لي نجلا هبط نجلا هبط نجلا هبط، وانا دائما كنت كنقول له انا نهبط ترانكيلو، هاد العام نهبط، وما كنتش كنقدر نهبط في الاخر، وكنقول له مره ما نهبطش، دائما كان كيتحسب عليا. وهاد العام قلت خصني نهبط سي حيت 4 سنين ما شفتو الوقت، هذا هو اكبر وقت ما شفتوش في حياتي، لك هاد 4 سنين. امي هبط، دوزنا الصيف ديالنا كامل مع بعضياتنا، ما تفرقناش حتى نهار واحد ما داشي ما كناش مع بعضياتنا. كان كل صباح ملي كيفيق اول حاجه كامله كيقول لي نجلا واش فطرتي، نجيب لك الفطور، يلا نتاخروا. ما عمره ما خلاني شي حاجه، ما عمره ما خلاني بوحديتي، ولا ما عمره ما خلاني نمشي لشي بلاصه بوحديتي، دائما كان كيمشي معايا لاي بلاصه، ما عمره ما خلاني بوحدي، واخا كنا كنخرجوا مع انتم كما سمعتوا انا ما كملتش لكم الفيديو حتى الاخر، ولكن من خلال هذا الاوديو اللي قالت صاحبته ولا صديقته ولا حبيبته نجلاء، هو انهم كانوا كيبغوا بعضياتهم بزاف، ولكن المشكل هو انهم 4 سنين ما شافوا بعضياتهم. يعني كيفاش ما فهمش انا كيفاش الكود والجيميل وداكشي ديال الانستغرام وديال الواتساب عندها، وكما سمعتوا في الاوديو راه هي اللي مسحات هادشي كله، مسحات الفيديوهات ديالو، والله اعلم والقانون ان شاء الله هو اللي غادي يعرف شنو وقع لانور مسكين، والله يرحمه وليه برحمه الله. وما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتحياتي للجميع.